ازي حضراتكم عاملين ايه؟ فيديو جديد من فيديوهاتنا، فيديوهات المهمه جدا ازاي تشطب شقتك. دايما في نقطه مهمه ناس كتير بتسال فيها، هي حته يا جماعه، عايز اعمل حاجه حلوه بس الحاجه مكلفه. طب اعمل ايه عشان اوفر؟ هنا يا جماعه يجي دور المهندس اللي زي ما نقول البروفيشنال، اللي يقدر يقلل في التكلفه من غير ما ياثر على الكواليتي بتاعت الشغل. يعني زي ما بنقول كده ايه، نقلل الكوست مع الحفاظ على الكواليتي، وان كانت معادله صعبه وحساسه. يعني دايما الناس تقول ايه، انا عايز حاجه حلوه بسعر قليل. فالكواليتي كل ما بتزيد طبعا الماتيريال بتزيد، بتجيب صنايعي بروفيشنال غير الصنايعي اللي لسه بيتعلم، فده بيكلفك فلوس اكتر. ولكن طب انا اعمل ايه؟ يعني ازاي الخبره بتاعتي انا اعملها ازاي بحيث اوازن في المعادله دي؟ الموضوع يا جماعه محتاج بس ايه، ان انا اعرف هوفر فين. تمام. مثلا واحنا شغالين يا جماعه، لما باجي بند زي بند التكسير مثلا، او بند البلاط زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في فيديو من الفيديوهات، هبقى اسيبه في الديسكربشن بتاع حضراتكم. ان انا لو عندي مثلا ارضيه الشقه معموله سيراميك قديم او في نفس الوقت السيراميك اللي عندي يا جماعه سليم. اول حاجه زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات في الموضوع ده، البلاط عندي مش مطبل، المنسوب عندي سليم. طيب هكسر ليه؟ طب تعال نشوف هتوفر قد ايه. هتوفر التكسير، هتوفر التنزيل، هتوفر العربيه اللي هتنقل المقالب العموميه، هتوفر المول الجديده بقى اللي جايه، الرمل، الاسمنت، العربيه اللي هتنقل، التطليع بتاعهم. طبعا كل ده الافات انت كمهندس هتوفرها للعميل. كل ده، دي اول نقطه واهم نقطه. عندنا يا جماعه في الجروب زي بند السباكه مثلا، طب انا عندي في السباكه مثلا الاعلى بنشتغل اكوا سيرم وبي ار. طب انا ممكن اجيب لو حاجه تركي نظيفه معتمده، شركه محترمه هتيجي تعمل لي، هتكبس وتديني ضمان وتشيك لي على الشغل، مفيش مشكله. لو انا هشتغل كهرباء، طب انا هجيب مثلا سلك سويدي معتمد، سويدي اصلي. طب انا عندي في انواع تانية رقم 2 ورقم 3، بس بنتكلم في حيز الحاجات المعتمده. زي انا برشح ممكن في براند زي الدكتور او سلك المهندسين، السلوك دي محترمه جدا وكويسه. انا ممكن لو انا مادياتي مش قوي والدنيا، لا انا ممكن اجيب الحاجات دي. ممكن مثلا في بند زي بند السيراميك، طب انا عايز اجيب بورسلين والماديات مش، طب انا ممكن اجيب بلاط ليزر كات 60 في 60، هيدي نفس الافكت شويه. في بلاط بيبقى يا جماعه بين البورسلين وبين البلاط العادي، مش كل الناس عارفه الموضوع ده على فكره. البلاط اسمه كريستال، الكريستال ده خامه ما بين ماده الجليز اللي موجوده في البلاط العادي والجليز العالي قوي اللي موجود في البورسلين. ده جليز بيكون اقل من البورسلين واعلى من البلاط العادي. لو انت عايز برضه تمسك العصايه من النص، جيب بلاط كريستال تشتغل بيه. ممكن الاوض بدل ما تجيب مثلا حاجه عاليه باركيه خشب وبتاع، انا ممكن اجيب بلاط عادي باركيه، هيقلل شويه في الكوست. كل ده يا جماعه احنا بنتكلم فيه في النقاشه. بدل ما اجيب مثلا نيوتن وهيبقى غالي بالنسبه لي، انا ممكن اشتغل بجي ال سي، خامه محترمه وخامه كويسه. هل انا باللي انا بقوله انا عملت مشكله في الفينش النهائي؟ طبعا لا. هل المعلومات اللي بنقولها دي هتاثر معانا في الكوست؟ حرفيا الافات مؤلفه فوق ما اي حد يتخيل. الحاجات دي يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. وانا شغال احاول اخلي الدنيا بسيطه. مش شرط يا جماعه ان اعمل بهرجه، بديل خشب، بديل رخام، ستانلس، ستريبات، ليد بروفايل، ماجنتيك تراك. يا جماعه كل ده انا ممكن استعوض عنه بحاجات هاديه جدا وسيمبل جدا والله. وفي حاجات ساعات بتبقى اشيك من لما اعمل الحاجات دي. خلي بالنا من الموضوع ده. يعني مش شرط ان انا اللي هو يا جماعه نظريه ان هي ده صارف ومكلف، مش عايزين دي. ده في الديكور يا جماعه احيانا بيخلي الموضوع مقزز. انا ساعات في اماكن والله بدخل، بس الواحد طبعا احتراما للناس لما بيسالوا ايه رايك يا هندسه، احنا عارفين انك ده شغلك بس احنا عملناها احنا بقى من غير مهندسين، فبقول اللهم بارك وخلاص. بس انا بحس الموضوع نويزي بالنسبه لي. يعني انا كحد مثلا طبعا ده مجالي، فالموضوع بالنسبه لي بيبقى لا مش كده.
فان انا اقدر اقلل التكلفه واعمل حاجه فعلا فعلا جميله جدا وشيك جدا وكلاسي جدا، ينفع. بس عايز حد بروفيشنال عشان يبقى عارف بيقلل ايه وبيقلل بكام. ما اجيش مثلا او خاسف بالارض واجيب بقى خامات غير معتمده بقى، مواسير بقى تحت السلم وسلوك مضروبه ومش عارف ايه، وبعد كده أقول انا جيت اوفر، باظت مني، اللي هو جيت اقصر الجاكيته البنطلون ضرب. فلا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين حد بروفيشنال مع حضرتك هيعرف بيوفر ايه وايه الخامه اللي هتنزل. انا عندي رقم واحد كذا، رقم اتنين كذا، رقم ثلاثه كذا، بعديه قط كده، مش هنزل بعد كده. هتفرق معايا ان شاء الله باذن الله الماديات هتقل، وفي نفس الوقت باذن الله تعمل حاجه تكون حلوه وتريح حضرتك، وان شاء الله ربنا يديم علينا نعمه الخير والبركه ويملى بيوتكم راحه وسعاده. مع فيديو جديد ان شاء الله زي شاطر شيء.